طيب دلوقتي لو انت بتقدم في تدريبات كتير جدا ومش بتتقبل او بتترفض، زي تدريبات مثلا زي فودافون، وفي حد اللي كان بيجيلك الرفض في وقتها على طول. فنعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه انت لازم تعملها في فرص دلوقتي تطوع، من زي مثلا تطوع مستشفى المهية المفتوح دلوقتي. ده بيعمل ايه بقى؟ ده ممكن يطور لك السوفت سكيلز اللي عندك، وازاي ويخليك يرفع لك السي في بتاعك، اللي هو يساعدك ان انت تخليك تتقبل مثلا في تدريبات زي تدريبات البنوك او الشركات. طب مستشفى بهية، طب انا هتعلم ايه اساسا؟ سوفت سكيلز زي ايه مثلا؟ يعني ازاي تيم ممكن تتعامل ازاي مع تيم، تتعامل مع تيم ازاي، تبقى ان انت تبقى ليدر لتيم مثلا. ازاي تتعامل مع البشر اللي معاك في الشغل، غير كمية العلاقات اللي انت هتجمعها. طب انا ازاي اقدم طيب على تطوع مستشفى بهية الموجود دلوقتي؟ موجود في عن طريق البايو، او تكتبلي بس تطوع في الكومنتات وانا هبعت لك لينك التقديم. اشوفكم على خير. قدم دلوقتي ومتزعلش على اللي فات، يعني كله